هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم عندي اسوي كليتشة. عندي 4 قلاصات، هاي الحجم، طحين صفر والطحين الابيض اللي عندنا، وعندنا زبد، فالزبد 2، وعندي مي قلاص، مي عادي دافي، عندنا شكر هنا، شكر للتحلية حسب اللي تريدين انت، وحطيت ملح وخمرة، بيكنج باودر الاعتيادي، وعندنا زبد والمرة نموع الشكر ونذوبه. نضيف الزبد تدريجي حبايبي، الزبد تدريجي، حتى المي تدريجي، حاطة ملح شوية، وقلت الشكر نحط قسم منهم يحبونه، يعني يحبونه شوية حار جماعتنا. أول هاي الزبد هيجي، ما أريد أنا موعى بالحرارة لأن جو حار عندنا، إحنا هيش نفتته بيدينا. يعني إذا على طباخة موعى، أنا موعت على الطباخ بس ياخذ وقت. ثاني شي الزبد ذا خليه حار يسمر، اللون الكليشة تطلع سمرة. زيت هم حطيت شوي زيت عندي. باللايلون لمدة ساعة أو ساعتين لحد ما يتضاعف حجمه، ونرجع نسوي الكليشة مالتنا. حبايبي هسه عندنا العجين اختمر، سويته قسمين، قسم هنا قسم هنا. هسه أريد أفتحها، وهنا عندنا السمسم، أرجع أخليه هنا. كاميرا يا حبايبي. هسه نفتح العجين، عندنا هذا ورق الزبدة، نفتحها ورق الزبدة. بس قبل لا نفتحها نجيب السمسم وهو بهالشكل هذا، غمسه بالسمسم، وهنا حبايبي نفتح.
وهيك نفتح حبايبي قد ما بينا نفتحها حبايبي. هسه كملتها فتحتها ورق الزبدة. هسه شو نسوي حبايبي؟ خليني اصورلكم. هسه ايش بهالشكل راح نقطعها. هذا ينشاف عندكم لا اثنين بإيد واحدة. تعال لي هاي لولو، تعالي خذي مو كلش هيك حبايبي. هيك نقطعها على كيفنا، هنا نقطعها صغار صغار. ونرصها بالصينية مالت الشوي. خلي على وجهها صفار البيض وحليب. وارجع لكم ورا ما اكمل. كملنا صينية بقى هاي الرز ظني بالصينية الثانية وارجع لكم. باقي هسه نشوف فوق والجو شاعلة فوق والجو. بعدها بعد فوق والجو. شوف حبايبي هاي فوق والجو شاعلة. حبايبي هسه استوى تقريبا الوجه ماله. هاي الصينية الثانية خليت جوه يستوي حتى طلعه. يستوي عندنا الكليتشة. بعدين تستوي خليها بالسلة هنا. عم تستوي. الشكل النهائي للكليتشة. يسلمكم العافية، ولا تنسون الاشتراك واللايك وتعليق حلو مثلكم. اشتراك وفعل الجرس. وفعل الجرس أهم شي، تفعلون الجرس واللايكات والتعليقات الحلوة حبايبي، ولو قليل بس يلا مو مشكلة. هاي 4 قلاصات.